ولا ايه؟ ايه خلينا هناك. مكانك صح، حد يقول مكانك صح. خلينا هنا. اوكي. الاول، يا مساء الراحه والسلام النفسي. انا هاخد جمله كده من كوتش هاله كانت قالتها الكي وورد عشان تهدي نفسك. انا كانت الكي وورد بتاعتي اهم حاجه السلام النفسي الداخلي. سبحان الله. وبعدين بقى هنا وهناك بقى، وتاكسي رايح تاكسي جاي، وبعدين حاجه من عناية الاثنين. اوكي تمام. يلا بينا. طيب، وسبحان الله، بما اننا خدنا الكي وورد منها الحته دي بتاعت السلام النفسي الداخلي، فانا المفروض عنوان المحاضره بتاعتي عن الفرق ما بين منطقه الراحه والسلام النفسي. سبحان الله يعني. طيب، انا ما بحبش ادي محاضرات اللي هي بتاعت باوربوينت واتكلم ومش عارفه. انا بحب احكي حكايات. تيجي نحكي حكايات، وعشان نحكي الحكايات بقى لازم نسمع بعض. يعني ايه؟ الناس اللي ورا كده بتتكلم مع نفسها وبيتصوروا زي الفل، مفيش اي مشكله. الناس اللي هنا بس ايه، 10 دقايق بس وهتلاقينا زي الفل مع بعض. ذات الرداء الاحمر الجميله دي، القمر دي. هاي. هاي. هو ايه الفرق ما بين منطقه الراحه والسلام النفسي؟ فرق كبير، فرق كبير جدا. طيب، هو انا هعرف ازاي اذا كنت انا في منطقة الراحة دي ولا انا في السلام النفسي بتاعي؟ عمرك سألت نفسك كده وانت قاعد او حسيت انا مرتاح لكن مش مبسوط؟ حاسس ان انا عايش حياة دافية وجميلة بس روتينية، اللي انا بنام فيه بصبح فيه نفس الوشوش، نفس الكلام، نفس الموبايل، نفس النومة، نفس كل حاجة. تفتكروا ليه؟ ليه خصوصا الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي معظم الناس حاسة بالحتة دي؟ عشان ايه؟ الأمان. أنا عايز أحس بالأمان. الأمان بتاعي في منطقة الراحة بتاعتي. الأمان بتاعي إن أنا هقعد عندي شغلانة تمام قاعد معاها، بيت مش مهم إذا كان حلو ولا مش حلو بس أهو موجود، ولاد عايشة عشانهم، دراسة هي بكملها وخلاص. كل ده هي دي منطقة الراحة. بالمناسبة، أنا المفروض إن شاء الله كده كمان كام يوم بحتفل بعيد جوازي ال20. بقالي 20 سنة يا جماعة. سقفنا بقى 20 سنة والراجل قاعد هنا أهو. بالظبط، جايباه معايا ده مرتين. طيب، كان عندي مخدة كنت بحبها قوي، بقالي من أول ما اتجوزت وهي معايا. مخدة باظت بقالها 20 سنة، 15 سنة، 10 سنين، بعد يبقى 15 وبعدين. طب نغير المخدة؟ لا لا لا، دي الوحيدة اللي بتخليني أعرف أنام. طب المخدة اتقطعت، بقت صغيرة، ما بقتش فلافي زي الأول. مش مشكلة، بس أنا هنام. طب المخدة ما بقتش مظبوطة. لا 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 لا، دي أنا مش عارفة أنام. طب ولنفرض إن أنا جبت المخدة الجديدة وما عرفتش أنام، فين بقى؟ فين الراحة في الموضوع؟ طيب، لغاية ما إيه، أخدت القرار. إيه اللي هيحصل يعني؟ ما أجيب المخدة والمخدة التانية موجودة عندي، هي مش هيحصل لها حاجة. قولي المخدة الجديدة هقعد يعني واحدة واحدة كده لغاية ما إيه، أتعود عليها. نمت على المخدة، رحت وجعتني شوية بس اتعودت. إيه ده؟ ده في راحة تانية غير الراحة بتاعت المخدة بتاعت 20 سنة دي. عملت لي سلام نفسي. طلعت من منطقة الراحة والأمان بتاعت المخدة، وعملت لي سلام نفسي جميل كده، ونايمة ومخدة جديدة، وعادي مش مشكلة أجيب واحدة تانية وتالتة ورابعة، ما أنا خدت الخطوة. فده فرق ما بين السلام النفسي ومنطقة الراحة. منى، حدنا كان اسمه منى، حدنا اسمه منى. بلاش منى. منى، الله، خلاص منى، 3 منى. هحكي لكم حكاية منى. دي حكاية ظريفة جدا ولطيفة، ويمكن معظمنا شغال بالحكاية دي. عندها شغلها من أول ما اتخرجت، راحت اشتغلت موظفة. يا منى، مش هنترقى ليه؟ أنا هنا زي الفل،
باخد مرتبي او كل اول شهر، ما عنديش مشاكل، بيطلب مني تاسكس بعملها وامشي. طب منى مش عارفه مين كان هنا وبقى هناك. طب طوري من نفسك. اطور من نفسي ليه؟ ليه ادفع فلوس ليه زياده؟ انا زي الفل. طيب اعمل مجهود ليه زياده؟ ما انا زي الفل. طيب اروح ليه اروح اقدم على شغل تاني؟ طب ما افرض عرفوا ان انا بقدم على شغل تاني، ضاعت الشغلانه الامان اللي موجوده. وبعدين قعدت مع نفسها كده، كذا حد عدى عليها ومشي وراح في مكان اعلى وهي واقفه مكانها. بقالي كذا سنه بشتغل، ده دي الناس لسه جديده بتاخد مرتب فوق مرتبي ازاي؟ ايه؟ انت زي ما انتي. طب هم عملوا ايه؟ جت قالت لها طب ما انا قلت لك طوري مهاراتك، قلت لا انا في منطقه الامان انا مرتاحه. طيب اعملي كذا، لا انا في منطقه انا مرتاحه، انا عايزه ايه اكتر من الامان والراحه؟ طب انت الامان ده بجد؟ انت حاسه بالامان ده بجد؟ لا، ده يعني في ناس بقوا اكفأ مني بكتير، ما بقاش في امان. طب انت حاسه بالراحه؟ هو ده اللي انا كان نفسي فيه، وهي مش هي دي الخطط اللي انا كنت عملتي ايه؟ طيب نبدأ بإيه؟ أطور نفسي، أعرف مميزاتي إيه وأشتغل عليها كويس جدا، مش هشتغل على عيوبي، أشتغل على مميزاتي، وأنا ماشي في الطريق مع مميزاتي دي بتقوى وعيوبي كمان بتتظبط. طيب إيه المشكلة أنا أروح أقدم سي في بقى في مكان أنا خدت كورس واثنين وثلاثة وطورت مهاراتي واشتغلت على نفسي؟ إيه ده؟ قبلوني بمرتب 3 أضعاف المرتب اللي فات. إيه السلام النفسي اللي أنا بقيت فيه ده؟ ايه الفرحه اللي انا بقيت فيها دي؟ ادي كمان في منطقه الشغل. خد بالك حته منطقه الشغل دي في الفتره اللي احنا فيها دي الناس كلها بتفكر في الامان، مش بانها تستثمر في نفسها عشان تعرف تخش الخطوه اللي بعدها واللي بعدها. ريليشن شيب بقى، انا قاعده كل يوم في وش الراجل اللي بيديني طاقه سلبيه. سوري على الرجال، سوري والله مش قصدي حبيبي، سوري يا جماعه. انت قصدك مين بالظبط؟ الرجال، الراجل بتاعها دي حكايه قصه. منى دي اللي هي مين؟ لا منى راحت دلوقتي، هبه موجوده. في حد هنا اسمه هبه؟ ايه يا جماعه ده في طب اسمه ما فيش حد اسمه مش موجود؟ هبه؟ طب يا هبه، ايوه يا هبه تاخديها على نفسك الله يكرمك. القصه اللي بتحكيها مالهاش علاقه بمنى، انا قاعده جنب الوقت وانا حكيت النيل. قولي لي طيب في كام منى؟ لا المناهات منى جايه بس الاغنيه بس تاكدي انه بيعرفوا يحققوها. اكيد. هتلاقي لسه عارفه المنى مش منى في الاخر حققت اللي هي نفسها فيه. في فنانين اصلا. لا كده كده، بس عامه منى كده كده في الاخر حققت اللي هي كانت نفسها فيه، صح؟ عشان هي منى بس. طب هبه، نعم الله عليك يا حبيبتي. هبه عملت ايه؟ هبه اتجوزت، واول ما اتجوزت خلفت، عندها طفل صغير واتنين، وبقت قاعده كده مع نفسها مع الاطفال، قاعده في البيت. هو انت هتقعدي لي كده في البيت ما بتعمليش حاجه؟ هو انا طول ما بنزل انت ما بتعمليش حاجه ليه؟ طول اليوم بتعملي ايه؟ عمال يضغط يضغط يضغط. عملت ايه؟ هي الفكره ان هي عايشه، انا عايشه لاولادي، انا مش ممكن اعمل حاجه. طب وانا هعمل ايه؟ بعد العمر ده كله انا همشي؟ بعد العمر ده كله هفكر انا اطور من نفسي؟ انا عمري ما اشتغلت، انا عمري ما خدت حاجه، انا عمري ما طلعت بره البيت، من البيت للنادي للمدرسه واذاكر للولاد وخلاص. طيب انت في توكسيك ريليشن شيب، انت مش حاسه انك مبسوطه؟ انا لازم اتبسط، انا لازم احس بسعاده، المهم ان انا عايشه ومرتاحه وعندي الامان بتاعي. مره على اتنين على تلاته، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، انت اصلا كده كده هتروحي فين؟ هتلفي وهترجعي. هبه خدت القرار، طلعت من منطقه الراحه والامان اللي هي اصلا لما قعدت فكرت مع نفسها ما لقيتهاش ولا راحه ولا امان. هي قاعده عشان مش قادره تقوم، مش قادره تروح حته، ما بقتش حاسه ان هي العمر بيجري بيها وهي ما عملتش حاجه. طب هي دلوقتي هتبتدي، طب ايه اللي حصل؟ لا انا لازم اخد كورسز اونلاين. انا بشتغل على الكورسز قوي يا جماعه، يعني خدوا بالكم من الكورسز دي، ها؟
بما اني لايف كوتش وكورسز وكده، فانا لازم لازم تبقوا واخدين بالكم من الكورسز دي. ها، مش هعمل خصم لا. طيب، لما اتطورت من نفسها بقى عندها شخصية قوية، بتقدر تقول أنا بعمل، أنا عملت، أنا مبقتش الست اللي هي عايشة ما بتعملش حاجة. طب هو أنا إيه إنجازي في تربية ولاد؟ بتعمل تربية الولاد دي إنجاز كبير جدا جدا، بس مش إنجاز كبير بس ليها، إنجاز كبير للأسرة كلها، مش ليا أنا بس. أنا عملت إيه؟ راحت واشتغلت، بقى عندها الإرادة إن هي تقدر تصلح مين اللي كان بيقوله لها جوزها او الريليشن شيب التوكسيك اللي كانت موجوده. ابتدت الحوار، ابتدت تقول انا بعمل 1 2 3 4، يلا نصلح من علاقتنا مع بعض. مش لازم ان هي كل حاجه كل قصه هتنتهي ان هي سابت جوزها واتطلقت ومشيت، لا. اللي هي بس تبقى عندها ثقه ان هي ممكن تتكلم، ممكن تعبر عن نفسها. هي اتكلمت وعبرت عن نفسها، انا موجوده، انا بعمل كذا، انا ليا كيان، انا بعمل 1 2 3 4. مش لازم تكون انت شايفه، بس بعدين هتشوفه. الحياه بقت الطف بكتير، وبقى عندها سلام نفسي، ما بقتش على طول خدت واخده الموضوع على قلبها قوي، مش شايفه ان هي ما بتعملش حاجه، بالعكس انجازاتها كبير. اخر حكايه بقى عشان ما اطولش عليكم، بما اني اخصائي تغذيه فانا لازم احط موضوع الهيلث كوتشنج في الموضوع. بلاش اسماء خالص اللي بتزعلكم دي يا جماعه. راحت للدكتور، هي طول عمرها اوفر ويت، يعني عندها سمنه، بطايه زي ما بتقول هي على نفسها. هتخسي؟ لا مش هخس، انا ما عنديش مشكله، انا باكل اللي انا عايزاه ومبسوطه، وكنبتي موجوده، الريموت بتاعي معايا، الاكل بتاعي معايا، الدليفري، رقم الدليفري موجود، انا هعمل ليه؟ هو اللي كان عمل دايت قبل كده ولا راح الجيم ولا راح عمل ايه ده بيموت ومش عارفه اللي عامل مشاي مات عنده كام سنه، ولا راح مش عارفه ايه عنده مات عنده كام سنه. لا لا لا. طب يا ستي انت هيبقى عندك امراض مش قادره تعيشي حياتك، لا انا مبسوطه ومرتاحه وعندي الامان بتاعي زي الفل. لغايه ما راحت للدكتور، قالت له انا ركبي بتوجعني، مش قادره امشي، وظهري بيوجعني جدا. الدكتور قال لها لازم تخسي. بس انا جوزي بيحبني بطايه، لا ما ينفعش اخس. لا لا لا، انا مبسوطه من نفسي كده. ليه يا دكتور؟ طب ظهرك. طب قول لي على حاجه سهله، اديني ادويه، اديني مسكنات، بس انا مش هخس. طب خدي الخطوه دي، خطوه بسيطه. طب ما هو مش عارفه مين صاحبتي حاولت وما نفعتش، ومش عارفه مين عملت راحت لدكتور دايت وقال لها احرمي نفسك، وانا مش عايزه احرم نفسي. معلش ناخد الخطوه. اول ما خست شويه ونفسها ابتدى يرجع لها، والحياه بقت شكلها حلو، مقاساتنا اتغيرت، بقيت بلبس لبس حلو، ما بقتش بطايه، لا بقت بطايه حلوه. بطايه مظبوطه رشيقه. فلقت ان الحياه ليها شكل تاني، بمعنى تاني، براحه تانيه، بجمال تاني، في منطقه الراحه. اخيرا ايه الفرق بقى ما بين منطقه الراحه والسلام النفسي؟ منطقه الراحه ده مكان صغير، امان صغير، عدد وقت صغير، انما اللي انا بقعد فيه